السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا خواتاتي في وصفة جديدة اللي هي الكعبوش الجزائري. هاد لاغوسيط تجي بنينة بالبزاف وراني سولو تجربها غادي تولي وصفة معتمدة عندها. لاغوسيط بالتدقيق غادي تسيبوها على اليوتيوب. الآن نمروا لطريقة التحضير. غادي ندو 1 كيلوغرام تاع سميد متوسط رايح للرقيق كيما راكم تشوفوا. نستعملوا تمر الغرس اللي يجي معجون، نقلعوا لها العلفة والشابو ومن بعد نوزنوا كيلو 200 غرام. غادي نستعملوا ايضا 420 غرام تاع مارغرين، واللي بغات تستعمل الزبده تستعمل الزبده. نص ملعقه صغيره تاع ملح وزوج ملاعق صغار تاع فلفل كحل، تقدروا تزيدوا وتنقصوا على حساب الذوق. في مقلاة ولا طاجين غادي نديروا السميد تاعنا ونحمصوه كيما نديروا تقنته حتى يدي اللون الذهبي. في قصعه نكونوا حطينا التمر تاعنا، نزيدوا عليه الزبده ونزيدوا عليه الملح والفلفل الكحل. غير يوجد لنا السميد تاعنا ويدي اللون الذهبي، نزيدوه مباشره على هاد المكونات باش تذوب لنا الزبده ويطرى لنا التمر. في الاول نبداو نخلطوا بملعقه خشبيه باسكو كنت تستعملوا يديكم تنحرقوا، ومن بعد غير يتفانى السميد نبداو نعجنوا بيدينا حتى يدخلوا كاع المكونات، وهذه هي لا تيكستور اللي نتحصلوا عليها. نشكلوا كرات باش تعرفوا بلي الكعبوش تاعكم نجح، غادي يدي واحد لابغيونس من الفوق. هذه هي النتيجه النهائيه تاعه، يجي بنين بالبزاف. اللي بغى التفصيل تاع هذه الوصفه وبلي زاسيوس تاعها غادي تصيبها بالتدقيق في اليوتيوب. تهلاو في رواحكم، سلام.